السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائنا الأعزاء عاملين إيه؟ وحشني كتير جدا 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 من قبل العيد بكتير ما اتكلمناش. كل سنة وانتم طيبين. بالعيد وأجازة العيد اللي خلصت ودخلنا خلاص الشغل. وطبعا المنظر ده يعني جميل. المهم النهارده عايزين كده ندردش مع بعض في حاجتين بسيط جدا جدا جدا، هما الأهلي والزمالك والمشاكل اللي عندهم قبل ما نروح لكأس العالم، علشان هنعمل شغل كويس إن شاء الله في كأس العالم هيعجبكم بإذن الله، يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. آه، مشاكل. وأنا أول مرة أشوف إن الناديين بصراحة عندهم مشاكل غريبة ومش عارفين يحلوها بشكل عادل. هنبدأ بالزمالك. الزمالك مشكلة القيد، دي حاجة غريبة جدا 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 جدا، يعني أنا مستغربها بصراحة. يعني أنت النهاردة كنا بنقول كده وعندك مشاكل. سمعت الكابتن أحمد سليمان كان بيتكلم امبارح يقول ادونا وقت ونحل، وازاي الجواب يطلع من يوم 9/4 وفي ناس بتلاقيها كابتن. يا جماعة أنا مستغرب والله طريقة حلولكوا ديت. والله العظيم ما بهزر. انتوا بتحلوا ازاي؟ ولا انتوا عايزين تعملوا ايه؟ ولا انتوا عايزين تنجحوا ولا ما تنجحوش؟ يا باشا انت عندك مشكلة من 9/4، انت مش عارف تحلها ازاي؟ سيبك بقى ان هي طلعت للاعلام ولا حد بينخور ولا محدش بينخور. هو انتوا بتضحكوا على مين؟ ما هو لو انتوا عارفين من 9/4 ومش عايزين الجمهور يعرف يبقى انتوا بتضحكوا على الجمهور. ولو انتوا عارفين من 9/4 ومش عارفين تحلوا يبقى انتوا اصلا ما ينفعش تقعدوا مكانكم. وانتوا هو الزمالك دوت مركز شباب مثلا، مع احترامنا والله لمراكز الشباب؟ ولا الزمالك دوت اي كلام، نادي في الشارع كده وخلاص والناس رايحه جايه عليه؟ يا جماعه انتوا بتقولوا ايه؟ ولا انتوا بتحلوا ازاي؟ ولا انتوا عايزين؟ انا مش عارف يعني، مش عارف. النهارده يعني حرام عملتوا دوشه وهيصه ووجع قلب على موضوع مصطفى محمد، وانتوا عندكم كوارث جوه. يا باشا حل مشكله ناديك الاول. طلعت تقول لي اخوان بازيرا هيروح البرازيل، وانتوا يا جماعه بتشتغلوا مين؟ وانتوا بتتكلموا مع مين؟ ولا انتوا بتقولوا ايه لايه؟ ولا انا مش فاهم. ضحك على الجمهور وضحك على الناس. وبصراحه بقينا يعني انا كراجل اهلاوي والله ما بهرب، على ما بقعد مع اصحابي الزملكاويين اللي بجد بيتريقوا عليكم، وعارفين ان انتوا خدتوا الدوري ده قضاء وقدر واخطاء تحكيميه على الاهلي ومساعده بيراميدز يا جماعه انتوا مش ناجحين. مجلس اداره الزمالك مجلس اداره فاشل بصراحه بقى، يعني عشان نبقى امنا يعني مجلس فاشل. امشوا بقى. انتوا ما فرقتوش عن اللي قبليكوا، بل بالعكس يمكن مرتضى منصور كان عامل فيها توازن شويه بصراحه هو وعياله يعني. انما انتوا بصراحه يعني مخلينها زفت خالص، حاجه صعبه قوي يعني. انتوا 10 مليون دولار غرامات. ليه يا جدعان؟ ليه يا جدعان؟ تعملوا بيهم ايه؟ وترجعوا تقولوا احنا ما بنجيبش لعيبه؟ يا جدع بقى نخلي الطبيعي مستور، يعني خلينا ساكتين. فده كان الزمالك. يعني طبعا هنيجي للاهلي دلوقتي.